السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم واحد الوصفه اخرى ديال لي كروكيت من بعد ما عجباتكم الوصفه الكروكيت اللي كنت اقترحت عليكم ديال الخضر. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم كروكيت نكهه اخرى مميزه بنكهه البسطيله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ممكن تستعملوها في بزاف، تقد ترافقوها في السلطات او في المشاوي او تعطيوها لوليداتكم في الكوتي. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وشكرا على المشاهده. غنحتاج لتحضير هاد لي كروكيت 4 كيلو ديال الصدر ديال الدجاج او صدر ديال البيبي مقطع رقيق كيف ما كتشوفوا، مكعبات صغيره. عندي معاه حكيت عليه هنايا واحد فص ديال الثوم وشويه البزار والملحه، سكنجبير. عندي هنا حبه بصل مشلضه رقيقه كيف ما كتشوفوا، هنا حبه جزر كبيره، واحد الخزوه كبيره محكوكه في حكاكه رقيقه او مطحونه كيف ما كتشوفوا، طحنتها في الطحان. حبه قرع كبيره، قرع اخضر، شويه تقريبا 4 كيلو ديال القرعه حمراء حتى هي مطحونه او محكوكه رقيقه. حبه بطاطس كبيره محكوكه او مفرومه بحال كي كتشوفوا. الخضر كلهم فرمتهم في الطحان رقاقين. عندي هنايا قزبر ومعدنوس. هاد التوابل غنحتاجهم: الخضر، سكنجبير، نص معلقه صغيره ديال القرفه، خرقوم، الملح حسب الذوق، راس معلقه البزار، وفص ديال الثوم محكوك. نمشيو نحضروا. ندير الزيت البلديه، غندير عليها البصله تشحر، حتى تنزل ليا البصله مزيان. من بعد ما تشحرت البصله عندي شويه، غنضيف ليها شويه الخرقوم، نصف ملعقه د الخرقوم، والربيع، شويه د القرفه، ربع ملعقه د القرفه، اللحم عندي طاب. كتعرفوا الصدر ديال الدجاج دغيا كيطيب كيف ما كتشوفوا، كتسكيو عليه كنخليوه فازغ بالمرقه ديالو، ما كنشفوش. وغنحيدو من النار باش نشحرو الخضر الاخرى. في نفس المقله اللي شحرت فيها الخضر غنعمل الثوم شحر،
غنضيف عليها خضر كاملين، خيزو، عندي هنا خيزو، ندير كاع حمرا، عندي زرعة خضراء، نشحرهم تقريبا 10 دقائق لهذا المكان. غنضيف البطاطس، غنضيف البيض، من بعد ما شحرت الخضر ونزلت غنضيف ليها العطريه اللي ذكرت لكم في الاول، ونحركها ونطفي عليها ونخليها تبرد باش نكمل التحضير ديالها. بعد ما برد الخليط ديالي، خلط الخليط ديال البصل واللحم مع الخضر، غنطحنو في هاد الطحان. من بعد ما تطحن الخليط كيجي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيولي على شكل عجينه. ممكن هذا الخليط تزيدوا تطحنوا معاه اللوز، ممكن هذا الخليط تزيدوا معاه اللوز، تطحنوا معاه اللوز او القرقاع مهرمش باش يكون مفيد وصحي اكثر. هادشي كله كنديروه باش نشجعوا الوليدات ونحبوهم في اكل الخضر. ممكن ايضا تزيدوا معاه فروماج محكوك، انا غنكتفي بالخليط ديال الخضر وغنضفت معاه هنا 2 معالق كبار ديال الزنجلان محمص، غنضيف معاهم 2 بيضات و 2 معالق كبار ديال لا شابلور، ونعجنوا على هذا الشكل. الا بان لكم باقي الخليط ما عقدش، باقي ما شادش راسو، نزيدوه لا شابلور باش يتجمع، او نزيدوه ممكن نضيفو حتى معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا. من بعد ما خلط العجين خصنا نحصلوا عليه بحال هكا، نقدروا نشكلوه بكل سهوله. قلت لكم تبقاو تضيفوا لا شابلور حتى يتجمع الخليط. باش نشكل هادو غنحتاج، باش نشكل هاد الاقراص او كروكيت ديال الخضر، غنحتاج لا شابلور، وعندي هنايا الشوفان هرمشتو، وعندي الزيت او الماء نبقى ندير فيه يديا باش ما تلصقليش الخليط. ونبدا بسم الله نشكل بحال هكا. ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو، يا اما كويرات يا اما اقراص على هذا الشكل، او قضبان بحال اللي سبق وعملت معكم، ونديروهم في طاوله مدهونه بالزيت او مفرشه ببابي سولفيريزي.
ممكن حتى نشكلوهم كاملين، نشكلوهم ونحطوهم تنساليوهم، عاد نبداو نمروهم في لاشابلور او الشوفان. بعد ما شكلتهم كاملين، هادو اللي شكلت اللي هنايا غادا نطبع ندير فيهم حفره الوسط على هذا الشكل.